الأولى في بداية مسار البحث عن اللقب القاري بعد نهائيين، النهائي الأول أمام جنوب إفريقيا والنهائي الثاني أمام المنتخب النيجيري 3-2 في مباراة مثيرة وغريبة وعجيبة. تذكروا المغرب كان فايز 2-0 ولكن نيجيريا رجعت في المباراة 3-2 في نهاية المسار، ولكن هنا الطموح هذه الأولى ممكن المراوغة، التحضير ممتاز والتسديدة، ولكن هنا الدفاع لا زالت مغربية. هنا ضغط عالي تمشي للزناوي على اليمين وابتسامة جريدي على مستوى قلب الهجوم. هذه كرة مرفوعة والراسية ممكن، ولكن حارس كرة تخسرها ياسمين مرابط، خبرة سنوات مع المنتخب المغربي، خطيرة جدا خطيرة جدا الميدان. ياسمين مرابط لا زالت مغربية، الهدف يقترب، الهدف ممكن في الدقائق. المراوغة وفرصة العرضية الآن بالراس ممكن، هي ارجع من جديد زينب في الانطلاق، هذه فرصة الجول، الدخول يا زينب، التسديدة الردواني كانت قريبة من الجول الأول. كرة 1-0 زينب أوور. الآن كينيا مرفوعة داخل منطقة يجز بالراس، برافو مريم عتيق، ستلعب هذه الضربة. هنا كوتر أزراف والراسية، أوور إلى الركنية. نهيلة كانت قريبة، بنزينة براسية، هذه الإعادة رأسية نهيلة بنزينة. الكرة مميزا بالوصول إلى دور الربع النهائي بعد انتصار تاريخي أمام هولندا، وانتصار ميدان ربما يظهر أشياء أخرى. يعني شفنا المباراة الأولى انتصار الجزائر أمام غدا النسوية، بينما الكرة وصلت على الجهة اليمنى سكينة وزراوي ماذا تفعل الآن وزراوي ياسمين، ولكن للقمة لإثبات أن الأحلام لا تعرف المستحيل، وهنا لا مستحيل في كرة الجول 1-0 عن طريق سكينة وزراوي. الهدف كان لابد أن يأتي عن طريق سكينة وغيرها. هي السكينة التي تسكن الكرة في الشباك، ال1-0 للأبوات الأطلس. الربع ساعة الأولى مرت لكن انتظرنا. أديمبو هذه صعبة خطيرة ومرت سلامات. أول ردة فعل للمنتخب الكيني، ما تحقرش البنات في كرة القدم، شوف ياسمين مرابط عطات باس ممتازة وسكينة كينية. الراسية ممكن والثاني ممكن بالراس، خطيرة والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، الراسية تنادي 2-0 للمنتخب المغربي. يا سلام عليك يا مريم، يا مريم يا عتيق. مريم تضيف الهدف الثاني. المدافعون في وضعية ممتازة، تضع الكرة في الشباك. 2-0. قلت بأنه الثاني جاي، هناك أهداف أخرى، والإجابة هنا براسية سكينة وزراوي. غلقوا عليها المجال، حنان الراسية، روعة. ابتسامة جريدي هنا براسية بديعة، راسية ولا أحلى. هنا تسجل ثالث الأهداف. ألم أقل لكم بأن المهرجان سيتواصل؟ ألم أقل لكم بأن هناك أهداف أخرى في الطريق بعد راسية مريم عتيق؟ راسية أخرى من الأهداف ابتسامة جريدي. يأتي دورك يا سناء مسعودي تراوغ، يلا يا سناء، هي يا سناء، لكن برافو سناء المراوغة، سناء العرضية، يا كوتر. طريق اللاعبة ناتساكا مرفوعة، خديجة نعم، علاقة من سكينة تهرب، سكينة تنسل، سكينة العرضية والكرة إلى الركن. عن المرور، مراوغة ممتازة، مرت من الأولى، مرت من الثانية، هي لا زالت عقبة الأزمنة. 3 دقائق وقت بدل ضايع الآن. هذه الكرة للأمام وفي صافرة بالفعل. أديمبا وحدة، أنديمبا ماذا ستفعل؟ تسدد ولكن سالة
لزاما أن نتابع الأهداف أذكر مرة أخرى من إمضاء سكينة وزراوي، مريم عتيق أكثر، أوبيسا البديلة الأولى تدخل، نعم أوبيسا دي العرضية والهدف، نعم الهدف الرابع. ابتسامة جريدي تعود لتسجل ولتبصم على الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والرابع للمنتخب المغربي، من أول هجمة ومن أول كرة ومن أول لمسة في هذا الشوط. ابتسامة جريدي نعم تعمق الفارق، الهدف الشخصي الثاني له في المباراة، لما لا بإمكانها أن تنافس على لقب الهدافة في هذه البطولة. بداية طبعا من انطلاق سواء في الشمال في الشرق في الجنوب في الوسط، هذه كرة للأمام الرأسية، بعد ذلك الإبعاد. لعب 12 مباراة ودية المنتخب المغربي على مدار سنة كاملة، 12 مباراة ودية. هذه كرة تسديدة ياسمين على طريق ناسي، وأول لمسة هنا العرضية طالت الكرة. اللاعبات اللواتي يمتازن بطول القامة، إذا ستلعب الضربة الحرة من حنانية الحاج في القائمة الثانية. زينب طبعا الجديد في هذه البطولة، نتابع هذه الكرة العرضية تلعب لسناء مسودي، لكن أقرب إليه المدافعة ستتركها مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم هي أوتشاكا. الصغار قبل الكبار لهدف خامس. ياسمين مرابط تسدد ياسمين وحارس زينب أمام عاتسينو تراوغ، عاتسينو رميشي في المتابعة. سكينة وزراوي، خديجة رميشي، عاتسينو اللاعبة البديلة هي من سددت في ردة فعل إيلودي النقاش. برافو إيلودي على ردة الفعل. سكينة زينب في المتابعة، زينب تسترجع، زينب مقوصة لكن تخرج. سكينة وزراوي